السلام عليكم. غادي نشارك معكم طريقتي في تنقية وغسل الدجاج باش كيولي بهاد النظافة، كيولي بيض ناصع وكذلك خالي من الزفارة، ما كتكون فيها حتى شي زفارة. نشارك معكم الأسرار كلها ديال الدجاج، كيفاش كنطفوه منين كنجيبوه من السوق. أول حاجة كنحيدو ديك الزوائد اللي كاينة في الدجاج اللي ما كنحتاجوهاش، داك الأطراف الزائدة كلها كنحيدوها، الشحوم إلى غير ذلك، وحتى الجلدة اللي ما كتبغيش الجلدة. ولكن بما أننا حنا الدجاج غادي نديروه يعني محمر، فكنحتفظوا بالجلدة ديالو، كنحاولوا فقط نقيوها مزيان. هنا كنبدا بالملحة قبل ما يقيس الماء، كنغسلو جيدا، عفوا كنفركو بالملحة جيدا من جميع الأطراف، وكذلك هنا بين الفخذات كان ضروري نديرو الملحة وكنجرو ديك المادة اللزجة اللي كتكون بين الفخذات، هذيك راها كتخلي الزفارة بزاف في الدجاج فاش كيكون كيطيب. فلهذا كنحاول نحيدها تماما من جميع الأطراف. كتحيد وكيتنظف الدجاج ديالنا مزيان، نحيدو كاع الشحوم اللي جهة الصدر، كلشي كنقيوه مزيان قبل ما نقيسوه بالماء. نتوما كتشوفوا كنفركو مزيان مزيان بالملحة. هذا الفيديو بالنسبة للبنات اللي مازالين كيتعلموا كيفاش كينقيو الدجاج، مهم المبتدئات، فكنتمنى انهم يفيدهم هذا الفيديو هذا. طبعا كلشي كيعرف ينقي، ولكن كيكونوا بعض الاسرار كما قلت لكم. هاد بين الفخيضات، هاد الماده اللزجه هذه ضروري خصها تحيد، راه كتطلق واحد الصفراء خايبه بزاف فاش كيطيب الدجاج، كيجي مزفر. كنحاولوا نحيدو كامل داكشي الزياده اللي كاينه في الدجاج. صافي من بعد ما كنقوه كامل بالملحه مزيان، هنا كندير الدقيق الابيض والثوم والسكينجبير. السكينجبير والثوم كنحاولوا نطحنوه مزيان باش ما كيبقاش داك السكينجبير هكذا كيلصق لنا بين الجلده واللحم، يعني كنحاولوا نخلطوه مزيان مع الماء مع الثومه كذلك. صافي حتى كيتطحن مزيان كنكبوه على داك الدقيق، كذلك كنبقاو نحركوا داك الدقيق بيدنا باش ما يبقاوش داك الكويرات وغيدخلوا لنا بين الجلده واللحم، حتى كيولي يعني هذا الخليط ابيض مزيان. وكنزيد الخل، صافي كندير واحد الكميه ديال الماء، وكنغطس داك الدجاج اللي فركته من قبل بالملحه، كنغطسو في داك الماء، كنخليه يرتاح واحد الساعه د المكانه حتى ساعتين د المكانه حتى كيتشرب مزيان. وعلى فكره راني داك الصدور ديال الدجاج راني درت فيهم واحد تقيبات بالسكين باش حتى هما كيدخل معاهم داك الملحه والخل الى اخره. وما نساوش هاد البلاصه هذه ديال العمل، غير كنساليو الدجاج ديالنا، كنحاولوا ننظفوها مزيان، كنخوي عليها الماء ونديرو جافيل والصابون ونحكو الدنيا كامله، ونظفو كذلك بالخل الابيض لانه الخل الابيض كيقضي على البكتيريا، وحنا راحنا عارفين الدجاج كيخلي البكتيريا في المكان ديال العمل. وكذلك دوك الشكاير ديال حتى اللي كنتقضاو فيهم هادوك مزيانين، هادوك يعني كنخوي فيهم ما كنصايب فيهم هكذا الحوت او هادشي ديال الدجاج، او باش انه ما يتخنقش، فراهم مهمين بزاف هاد الشكيرات هادو نحتفظوا بهم. صافي من بعد ما ارتاح الدجاج ديالنا واحد ساعتين د المكانه كما قلت لكم، رجعت كنحيدو من داك الماء وكنغسلو، كنحاول نتخلص من الملح اللي فيه لان درت له كميه ديال الملح عاليه. فكذلك الدجاج دائما من نجيو نطيبوه فما كنديروش الملحه في الاول حتى كنشوفوا المرق ديالنا كيفاش داير، لانه معروف كيتغسل بالملحه بكميه عاليه فكيبقى مالح، يعني كيتشرب الملحه. صافي هنا كنرجع وكنغسلو يعني مرات متتاليه حتى كيتنقى مزيان مزيان.
هانتوما كتشوفوا هاد الشكاير ما كيخليو حتى شي داك الشحوم داكشي يدوزو للحوض ديالنا. وهنا وصلت للمرحلة الأخيرة هي الحامض. الحامض أنا كنديرو حتى الأخير ما كنديروش في الأول. علاش؟ باش كيخلي الدجاج ريحته زوينة، وإلا درناه في الأول بكمية عالية مع الملحة فراه كيهرى الدجاج كيجي هاري. كنديرو غير في الآخر كنخليو يعني يجلس بعض الوقت وصافي، عاد كنحيدوه صافي كنديرو ديك التشيلة الأخيرة نشلوه مزيان باش كنحاولوا ما أمكن أننا نتخلصوا على الكمية ديال الملح اللي درنا، وكذلك الخل وداك الثومة إلى آخره، فكيولي الدجاج نقي مزيان وريحته ما شاء الله. هانتوما كتشوفوا البياض ديال الدجاج كيفاش ولا ما شاء الله. صافي وهذه هي النتيجة النهائية. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. إلى اللقاء.